بعد ما اتكلمنا في الحلقة السابقة عن إعداد صحيفة الدعوة، بنتكلم عن إعلان صحيفة الدعوة. طيب الإعلان، أنا بستلم الصحيفة بتاعتي من المكتب الأمامي، مكتب قيد الدعاوى، مختومة بختم الشعار، بوضح عليها التاريخ بتاع الجلسة واليوم، وطبعا تكون موقعة ومستوفية، وفيها الصور على عدد المعلن إليهم اللي هو المدعى عليهم، وأوديها المحضرين وأشوف الإعلانات، بتمم على الإعلان، ولازم الإعلان يروح بدري عشان استلم العريضة قبل الجلسة. طيب الإعلان جه، أول ما استلم الإعلان لازم أصور عريضة الدعوة معلنة، أشوف الإعلان فيه إيه، مكتوب إيه، معلن مع صهر، معلن مع شخصه. طيب نبدأ بمعلن مع شخصه. لو كان المدعى عليه واحد ومعلن مع شخصه، مش هيتعمل له إعادة إعلان. يعني حضرتك هتطلب حجز الدعوة للحكم، يعني حضرتك تجهز مستنداتك وتجهز كل طلباتك إلا إذا كنت محتاج أجل لمستندات. تمام؟ طيب لو معلن مع صهره يبقى هنعمل إعادة إعلان، معلن مع أي شخص غير شخصه، غير المدعي عليه بنفسه، يبقى في إعادة إعلان. طيب وإذا حضر مفيش إعادة إعلان. المهم بقى لو هو مش معلن، لو أصل الصحيفة مش معلنة ومكتوب فيها لم يعلن للإجابة، لازم نقرأ الإجابة بتاع المحضر، لازم نشوف سبب المحضر قال ليه، قال باتساع الشارع، لعدم دقة الإعلان، لمطلوب الإرشاد بالإعلان، كل الكلام ده، أو ترك الإقامة، أو مسجون. كل الحاجات دي لازم تقراها، ودي مهمة جدا إنك تراجع عريضة الدعوة قبل ما تقدمها للمحكمة. طيب في حالة إن هو مش معلن، حضرتك في أول جلسة بتطلب أجل للإعلان بأصل الصحيفة، وبنعمل إعلان بأصل الصحيفة. الإعلان بأصل الصحيفة معناه إن حضرتك هتجيب صورة طبق الأصل من الصحيفة، وتعمل على ظهر الصحيفة اسمه إعلان بأصل الصحيفة. البيانات الأولية ما معروفة، الموضوع يهمني أوي كلمة الموضوع، هكتب إيه؟ على طول أنا أكتب كده إعلان بأصل الصحيفة في الدعوة رقم كذا، أدخل في الموضوع على طول. زي ما باجي أكتب إعادة إعلان، إعادة إعلان في الدعوة رقم كذا التي يحدد لنظرها جلسة كذا، وبهذه الجلسة نظرا لعدم إعلان المدعى عليه بأصل الصحيفة، قررت المحكمة التأجيل للإعلان بأصل الصحيفة، ويهم الطالب الإعلان بأصل الصحيفة لجلسة كذا. تمام، بناء عليه بكتب ولسماعه الحكم للإعلان، طبعا للإعلان بأصل الصحيفة، ولسماعه الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوة. تمام، يبقى أنا بعمل إعلاناتي بسرعة، ودي مرحلة مهمة في التقاضي، مرحلة الإعلان. شكرا.